اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. كل سنه وانتم طيبين. افضل ايام السنه ابتدت النهارده، فلازم نستوعب نفسنا ونراجعها علشان ما نضيعش دقيقه واحده من فضل الايام دي، من صلاه وصوم وذكر وقرايه قران وصدقه. عايزين كل واحده فينا كده تختار ذنب واضح حاسه ان هو بيأخرها، كدب بقى أو ادعاء أو علاقة غلط أو عادة غلط، ونقرر في العشر الأيام دول إن خلاص نتخلص منها وننساها لحد ما نوصل ليوم عرفة. ونشهد ربنا سبحانه وتعالى إن خلاص مفيش رجعة للذنب ده تاني. والله دي أهم حاجة. وما تخافيش إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله ما هو خير لك منه. هو ده وعد ربنا. ومتقلقيش إنك لو وصلت الكلام ده لغيرك ممكن يبقى في ميزان حسناتك ليوم الدين. وطبعا ما تنسيش دايما دايما اذكري ربنا وصلي على الرسول، ودايما ادعي ربنا في الأيام ديت. الدعاء دايما مستجاب في الأيام دي، أيام مباركة وكلها خير وربنا دايما يدينا فضلها يا رب العالمين. ادعي ربنا دايما بالخير ليكي ولغيرك، وان شاء الله ربنا هيستجاب. وتعالوا نعمل مع بعض أكلة خفيفة خالص لذيذة نبدأ بيها كده يومنا، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ودايما نقول نصلي على النبي، ودايما دايما صلاة على النبي ديت دايما فيها خير وبركة لينا. فتعالوا كده. اول حاجة عملتها جبت صينية وحطيت فيها قطعة زبدة حلوة كويسة يعني، او ممكن اي مادة دهنية انت بتحبيها، وحطيت عليها شوية زيت. وكمان حطيت شوية يعني ايه كام فص ثوم كده مفرومين، ونزلت عليهم بالتوابل: فلفل اسود وكمون وكزبرة، وكمان شوية بهارات مشكلة. يعني اللي فص الثوم اتشوح بس. وهنزل عليه كده بثلاث طماطميات او اربعة على حسب الكمية اللي انت هتعمليها مبشورين. وكمان ما تنسيش الملح. وهنسيبهم بقى يتسبكوا، حط عليهم بس شويه ميه صغيرين علشان يتسبكوا معاكي كويس. طبعا لو حابه ان انت تفرمي طماطم في الخلاط تمام ما فيش مشكله، او لو عندك هاند بلندر برضو ما فيش مشكله. اهم حاجه ان هي الطماطم بتاعتك تكون تتسبك كويس. هنقلها بقى على عين تانية لحد ما تتسبك. مثلا لو انت حابه تحطي عندك صلصه وبتحبي تحطي الصلصه حطيها، لو مش حابه خلاص ما فيش مشكله. انا هعمل معاها شويه رز حبايه وحبايه. فهحط بقى هو يتحمر يعني أكلة سريعة كده، كل عين عليها حاجة من الحاجات الأكلة بتاعتنا يعني. هحط شوية غسلت الرز بتاعي، وحط نص كمية الرز بالظبط. واحط طبعا المادة الدهنية، وافضل اقلب لحد ما تاخد معايا لون. واحنا بنعمل في الرز بنقلب في الرز هنشوف الطماطم بتاعتنا اتسبكت. وكمان هننزل عليها ببطاطس متقطعة اي تقطيع انتي حابة تقطعيها. انا قطعت كده تقطيع عشوائي خالص، ما مش حددت التقطيع يعني. ونزلت عليها كده بالبطاطس ونزلت فيها في الصلصه يعني بالبطاطس. انت حابه ان انت تعملي الصلصه ديت ببصل تمام، بس هي تبقى افضل بالثوم، تبقى طعمها حلو ولذيذه وطعمها يجنن. طبعا بقى انا حطيت التوابل بتاعتي فايه، مش محتاجه ان انا احط اي حاجه تانية. هنزل بقى بالسجق بتاعي على طول كده عليها، واديله تقليبه كويسه يتسبك كويس مع بعضه هو والطماطم. وطبعا ايدينا في الرز علشان ما يتحرقش مننا وياخد لون مظبوط. هديله تقليبه، ده تقليبه ولده تقليبه لحد ما الخليط بتاعي يتقلب كله في بعضه. وطبعا معايا هنا شويه زعتر من عند العطار، او عندك زعتر فريش يعني على حسب انت عندك او لا، بس ده برضو اختياري، حابه تحطيه تحطيه مش حابه تحطيه دي حاجه اختياريه يعني. هديله تقليبه بقى. وطبعا قرن فلفل لو عندك لو حابه حراق تمام، لو مش حابه بس الحراق بيديله، بتحس ان هو مديله طعم حلو كده. فانا حطيت قرن حراق كده، قرن واحد بس مش كترت يعني. وهديله تقليبه برضو هو كمان لحد ما يتجانسوا مع بعض كده، والأطعمة بتاعتهم تطلع والريحة بتاعتهم تطلع يعني تدخل في بعضها، الطعم بتاعه يدخل في بعضه. والريحة بتاعتهم تطلع كده بتديني طعم حلو، ريحة حلوة يعني. علشان نظبط لها المية بتاعتها بقى وندخلها الفرن. هنسيبها اول ما نسيبها بس تغلي شوية لحد ما الفرن بتاعنا يسخن، وندخلها الفرن علشان تكمل سواها فيه. لو حابة تكمليها على البوتاجاز تغطيها وتسيبيها على البوتاجاز تكمل سواها ما فيش مشكلة، هتبقى كويسة برضو. وممكن تحطيها تحت الشواية تاخد وش بس او تاخد لون بس.
بس انا هحطها هي، بس هسيبها تغلي شويه. بظبط ميتها كويس واظبط ملحها واظبط حاجتها، علشان لما ادخلها الفرن تبقى كده خلصت. وطبعا بقى خلي بالك من الرز برضو عشان الرز ما يتحرقش منك، لان الرز عامل زي الشعريه بالظبط، لو ما اخدتيش بالك منه بيتحرق بسرعه. بس بندوق بس الملح بتاعنا ونشوفه مظبوط ولا لا. هنزود كمان شويه ملح صغيرين، وكمان هنزود كمان شويه ميه صغيرين، وندخلها الفرن وخلاص كده تستوي ونطلعها تبقى زي الفل. هنقلب بقى الرز بتاعنا كويس، ونخليه ياخد لون حلو كده لذيذ. بس ما تخليهوش ياخد لون جامد، علشان هو علشان ما يبقاش غامق قوي معاكي، يبقى اللون الجلد الخفيف ده اللي هو اللي يكون فاتح شوية. نديلها تقليبة بعد ما دخلنا الصينية الفرن طبعا عشان تستوي. اول ما الرز بتاعنا اخد اللون الحلو ده، ننزل عليهم ببقية الرز ونغلفه كويس بالمادة الدهنية بتاعته، ونقلبه تقليبة محترمة، علشان يبقى معانا لون حلو وطعمه حلو وريحة حلوة كمان. طبعا هنقلبه تقليبة كويسة، وننزل عليه بالملح عشان برضو ما ننساهوش. وكمان نغلفه زي ما قلت بالمادة الدهنية كويس، وننزل عليه بقى بالمية بتاعته، او لو عندك شوربة برضو هيبقى طعمه حلو خالص. ونسيبه ونغطيه بقى ونسيبه يستوي لحد ما يتشرب معانا. حابة ان انت تزودي حتة زبدة في الاخر، تمام، هيديكي طعم هايل وطعم يجنن. ونغطيه بقى لحد ما يستوي. وتمام كده، تعالوا بقى نشوفه بعد ما استوى، ونشوف الصينية بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. جمال 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 عدى الكلام، حاجة كده تحفة، حاجة كده تجنن يعني. بصوا، صينية بطاطس بالسجق رهيبة، طعمها تحفة وريحتها تجنن، وكمان لذيذة جدا مع الرز، حباية وحباية تحفة. يلا بقى روحي اعملي لايك وشير وسبسكرايب المطبخ سمسم عشان يوصلك كل فيديوهاتي. وكمان ما تنسينيش بكومنت لذيذ حلو جميل كده منك، بيسعدني دايما ان انا بقرا كومنتاتكم اللذيذة. تعالوا بقى ندوق الرز، شايفين مفلفل وطعمه جميل، وكمان مستوي وطعمه تحفة، وكمان البطاطس بتاعتي مستوية وطعمها يجنن، وكمان السجق شايفين القطمة، حاجة كده ممتازة وفوق الخيال. يلا بقى روحوا اعملوه، يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد. باي.